السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنبدأ في اليوم ال 14 من تحدي 30 يوم جافا سكريبت على ليت كود. سؤال النهارده بعنوان تايم اوت كانسليشن. باختصار ايه المطلوب؟ عندك فانكشن، الفانكشن دي بيجي لها 3 ارجيومنتس. ايه هما الارجيومنتس او الحاجات اللي هتتبعت للفانكشن دي؟ اول حاجه عندك فانكشن بتاخد ارجيومنتس، عاوزك تعمل لها كول بعد تايم معين. بس كده؟ قالك لا، قالك في فانكشن تانية اسمها كانسل فانكشن. الفانكشن دي ايه اللي هيحصل لها؟ هيحصل لها كول بعد كانسل تايم معين. تمام. لو الفانكشن اللي اسمها كانسل فانكشن دي حصل لها كول قبل ما انت قبل ما يحصل كل الفانكشن اللي فوق خلال التايم اللي هو مديهولك دون، ما تعملش اصلا كل الفانكشن اللي فوق دي. يعني وليكن انا دلوقتي عندي الكانسل فانكشن دي بيحصل لها مثلا كانسل، بيحصل لها كانسل خلال 20 ملي سكند. خلال 20 ملي سكند. تمام. والفانكشن اللي تحت اللي هو قال لي عايز عندك فانكشن ماشي بتاخد الارجيومنتس دي، بس قال لك ما تعملهاش كول غير بعد تايم معين اللي هو مديهولك ده تي، وليكن التي دون 10 ملي سكند. فانا كده الفانكشن اللي تحت دي هيحصل لها كول قبل الفانكشن اللي فوق. خلاص مش هنعمل اي حاجه، هي دي هيحصل لها كول، وهي كده كده جواها بتعمل ريتيرن للريزلت بتاعها. تمام. طيب وليكن الفانكشن اللي فوق دي هيحصل لها كول، اللي هي الكانسل فانكشن، هيحصل لها كول خلال 5 ملي سكند، واللي تحت هيحصل لها كول خلال 10 ملي سكند زي ما هو قايل لك في السؤال مثلا، او بعت لك كارجيومنت بعته لك. ايه اللي هيحصل؟ ادام الكانسل فانكشن دي حصل لها كول قبل الفانكشن اللي تحت، الغي اصلا الفانكشن اللي تحت دي ما تعملهاش. تمام. يبقى نسمي بالله كده كده ان شاء الله ونبدا. انا اول حاجه عاوز ايه؟ مديني فانكشن عاوز يعمل لها كول خلال تايم معين، يبقى انا محتاج استخدم ايه؟ استخدم تايمر. سيت تايم اوت. تمام. ليه؟ عشان اقول له عندك فانكشن بتاخد arguments اللي هو باعتها في السؤال. هل كده خلاص يعمل لها كول؟ اقول له لا، انا عاوزك تعمل لها كول خلال التايم ده. تمام. طيب قال لك بقى في حال، قال لك اعمل ريتيرن لفانكشن اسمها كانسل فانكشن اسمها كانسل فانكشن. الفانكشن دي بتعمل ايه في حاله هو بيعمل لها كول خلال تايم معين؟ احنا مالناش دعوه، هو يعمل لها كول. قال لك بقى في حاله ان حصل لها كول الغي الفانكشن اللي فوق دي. طب الغي الفانكشن اللي فوق دي ازاي؟ الغاها ازاي؟ هو انا مش السيت تايم، التايمر بتاعي ده ممكن امسكه مثلا بليت، ممكن نقول كونست كده مثلا تايمر اوف فانكشن، اي فاريبل انت عاوزه. قال لك مش ممكن اجي بقى هنا لو هو عمل كل دي قبل اللي فوق دي ما تتنفذ، اروح جاي اصلا عامل كلير للتايمر اللي فوق ده، كلير للسيت تايم اوت قبل ما تتنفذ؟ قال لك يبقى انا كده لما اعمل لها كلير ايه؟ هلغي الفانكشن من اللي هي تتنفذ. فنروح جايين عاملين ايه؟ هاجي تحت هنا واقول له كلير تايم اوت بالشكل ده، واروح جاي مديله ايه؟ التايمر، الفاريبل اللي انا مسكت بيه التايمر بتاعي. كده انا بقول له ايه هنا؟ كده لو انا مثلا افترضنا اللي دي هتتنفذ خلال 10 ملي سكند. تمام. ودي راح هو جاي، هو بيحصل بيعمل لها كل لوحده، راح جاي خلال 5 ملي سكند منفذها. دي هتكون لسه عمالة لسه بتعد، لسه ما اتنفذتش. هيروح هو جاي هنا منفذ دي، هنفذ دي يعمل فيها ايه؟ هيروح جاي عامل كلير اصلا للسيت تايم اوت اللي فوق دي، فده عمل لها كلير مش هتتنفذ. بس ده كده كان كل السؤال. اتمنى تكونوا فهمتوه ان شاء الله، يعني تكونوا فهمتوه. خلينا نرن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. سبميت. بسم الله. تمام اكسبتد. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا وتكونوا فهمتوا السؤال كويس. اشوفكم ان شاء الله في يوم تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.